السلام عليكم. النهاردة نعمل فراخ مشوية بتتبيلة سهلة وبسيطة جدا. يلا نشوف المكونات مع بعض. فرخة متقطعة، بصلة كبيرة مفرومة، فلفل أخضر مفروم حر أو حلو حسب الرغبة، معلقة كبيرة صلصة، معلقة كبيرة بابريكا، معلقة كبيرة بهارات فراخ، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة قرفة، معلقة كبيرة ملح مستردة، معلقتين زيت، معلقة خل. نحط المكونات كلها في الصينية اللي هنعمل فيها الفرخة. البصل على الفلفل الأخضر، نحط المستردة، مع باقي البهارات كلها مع الصلصة، ونقلبها. نخلط الفراخ بالتتبيلة كلها، وبعد كده هنسيبها لمدة ساعة. نحط كوباية مية عشان التسوية، ونغطيها بورق الفويل وندخلها الفرن. ولو انتوا عايزين تسووا على البوتاجاز عادي مفيش مشكلة، بس بعد كده بتتحمر في الفرن. وده شكلها النهائي، جربوها هتعجبكم. ولو عجبكم الفيديو لايك واشتراك، وفعلوا الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم مننا كل جديد.